يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. كم كانت لحظات جميلة عشناها مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، قبل ولادته إلى بعد وفاته. كانت ولادته خيرا للبشرية جمعاء، أعظم ميلاد ميلاده، وأسهل ولادة كانت ولادته. الله أكبر يوم ولد محمد. الأرض فاضت بالضياء لما أتى خبر السماء، الأرض فاضت بالضياء لما أتى خبر السماء. ولد الحبيب محمد، ولد النبي محمد، فإذا الدنا قمر أضاء. ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، توفي أبوه قبل أن يولد فلم ير أباه، وتوفيت أمه وهو صغير فأصيب بمصيبة لم ير أباه. أبوه مات قبل ولادته، أما أمه فقد فجع بها وهو غلام لم يتجاوز السادسة من العمر. قال الله: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. عاش في حياته بعيدا عن الذنوب والفواحش والمنكرات، فقد عصمه الرب عز وجل حتى قبل البعثة، فلم يشرب خمرا ولم يأتي فاحشة ولم يسجد لصنم، فقد حفظه الرب. كان قبل البعثة يختلي بغار حراء مع ربه عز وجل، يتفكر في الخلق ويتعلق قلبه بالله جل وعلا. نزل الوحي على الهادي محمد، وهو في الغار وحيدا يتعبد، حينها ناداه جبريل بإقرأ، وبها قد سطع الدين الممجد. بعث، فلما بعث كان مبعثه رحمة للبشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صبر في تبليغ دعوة الله عز وجل، كم أوذي وتحمل. لما أمره الرب عز وجل بالجهر قال: أيها الناس إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ضرب، شتم، قالوا عنه ساحر، اتهموه بالجنون، وصفوه بالكهانة، قالوا إنه يهذي وكلامه شعر، واختلقه من أساطير الأولين. خنقه أشقى القوم فما أيس وما توقف. ضرب ورموا على ظهره سل الجزور، عذب أصحابه وكان يصبرهم، قتل أحبابه وكان يبشرهم بالجنان. جلد، تجويع، ضرب، سحل، حتى أن الواحد منهم كان يوضع في الرمضاء
جائع يقتله الجوع والعطش لا يبالون، يجلد الناس جلدا ولا يبالون. بل كان بلال رضي الله عنه ويملكه أمية بن خلف كان يأمر الصبيان فيضع حبلا حول رقبته. رقبة من؟ بلال رضي الله عنه. خرج بأبيه وأمي من أحب البلاد إليه، فارق موطنه في أخطر رحلة في تاريخ هذه الأمة إلى المدينة، جلس في الغار أياما والكل يتبعه لقتله. ووقف الفرسان عند غار ثور والنبي في الداخل وأبو بكر في الداخل، فحزن أبو بكر. حزن على من؟ خاف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لا شيء، لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآني يا رسول الله. رافق صاحبه إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة أنار في المدينة كل شيء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر. وأمره الرب عز وجل بالقتال والجهاد في سبيله. كان بين ثلاث: عدو خارجي، وعدو مجاور اليهود، وعدو في الداخل المنافقون. ومع هذا نصره الرب عز وجل. خرج في أول معركة بدر بعدد قليل، كانوا أذلة، لكن الرب نصرهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أما في أحد فقد جرح وشج وجهه وكسرت رباعيته وسقط في حفرة كاد أن يقتل فيها، وقتل أحب أصحابه وجرح الكثيرون، لكنه صبر وكان يمسح الدم ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. حشد الكفار حشد المنتقم، أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال، بلغ الأمر النبي عندها، عبأ الجيش وهيأ الرجال، أمر الرماة ألا يبرحوا، جبلا يحضن ساحة القتال، التقى الجيشان والنصر بدا، مثل بدر الليل ساعة اكتمال، خلف الرماة أمر المصطفى، جلهم خالف والحرب امتثال، بدل الحال وخير الخلق في ذلك الموقف يرمى بالنبال، هجم الحبيب شج رأسه، دمه الطاهر فوق الوجه سال، هجم الحبيب شج رأسه، دمه الطاهر فوق الوجه سال، والبطولات تجلت حوله، فغدا كالطود ما بين الخندق أصابهم الجوع والخوف والهلع، ونقض اليهود عهدهم، وأثار المنافقون القلاقل بين الصفوف، وشككوا الناس بوعد النبي وهو يعدهم بكنوز كسرى والروم. من بعد ما زلزلوا زلزالا شديدا، أعطاهم
رب السما نصرا أكيدا. فصبرهم في غزوة الأحزاب لن ينسى، فقد أعطى لنا مجدا تليدا. خرج معهم في الحديبية، وعدهم بالعمرة، لكن قريشا منعوه وبايع أصحابه بيعة الرضوان. رجع من الحديبية، فتح خيبر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر، فتحت خيبر. دخل مكة فاتحا متواضعا، وأطلق الناس وعفى عمن عاداه وعمن ظلمه. يا فتح مكة يا فخر كل الأمجاد، يا مجدنا يوم العرب ما لها مجد. فتح النبي المصطفى، فتح الأسياد، فتح الحجاز اللي تساوى معنا. يا فتح مكة يا فخر كل الأمجاد، يا مجدنا يوم العرب ما لها مجد. فتح النبي المصطفى، فتح الأسياد، فتح الحجاز اللي تساوى مع نجد. فتح الحجاز اللي تساوى مع نجد. كل الملائكة. خرج مع الناس إلى تبوك، وأرسل أصحابه إلى مؤتة، فقتل أحب الناس إليه. مؤتة الإباء والصحاب الصالحين قدوة لنا وسوف نبقى مسلمين. عندما استشهد زيد إمبرا جعفر نحو لواء المسلمين، يحمل الراية حتى قطع ساعداه من سيوف الطامعين. ثم من بعده عبد الله لم يعص ما أوصى به الهادي الأمين. ثم من بعده خالد أتى سله الله لنصر المؤمنين. هكذا عاش عليه الصلاة والسلام، علم الناس الدين، قرأ عليهم القرآن، ذكرهم بالسنة، علمهم الحلال والحرام. يقول: ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به، ولا شيء يبعدكم عن النار إلا نهيتكم عنه. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم لقته منية ربه عز وجل، وجاء يومه إنك ميت وإنهم ميتون. أعظم مصيبة على وجه هذه الأرض للمسلمين موت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما مات أظلم في المدينة كل شيء. أغمض عيونك يا حبيبي، واصعد كنهر من طيوبي، وانشر عبيرك في سماء الله من مسك وطيب. أغمض عيونك يا حبيبي، يا حبيبي، واصعد كنهر من طيوبي، وانشر عبيرك في سماء الله من مسك وطيب. واترك عيون الناس تهمي كالغمام على الدروب. صلى عليك الله يا من كنت نورا للقلوب. واترك عيون الناس تهمي كالغمام على الدروب. صلى عليك الله يا من كنت نورا للقلوب.
نحن نتحدث عن من؟ نتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خير الخلق، أفضل من مشى على هذه الأرض. إنه سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. جاء في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن طويلا ولا قصيرا، كان وسطا، كان من أجمل الناس. يقول أنس: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميل الشعر، لم يكن جعدا ولا مسترسلا، كان بين كتفيه علامة تسمى خاتم النبوة، أقرب وجهه إلى الاستدارة، إذا ابتسم كأنه فلقة قمر. يا الله، ما أجمل ابتسامته. يقول أحد الصحابة: ما رآني رسول الله إلا متبسما، كان بساما كثير الابتسام، إذا ضحك أحيانا بدت نواجذه ولا يرتفع صوته، كان أصحابه حوله يجتمعون فيضحكون ويبتسم. وجهه جميل، يصفه الناس بأجمل الأوصاف. في عينيه احمرار قليل، إذا رأيت عينيه كأنه أكحل ولم يكتحل. واسع الجبين، لونه أبيض ليس بشديد البياض، بل كان أجمل الناس خلقا. وصفه الرب عز وجل بأنه رحمة للعالمين. إذا مشى كأنه ينحدر من صبب، لا يتماوت في مشيه ولا يتسارع فيه، بل كان يعتدل. يحب لبس القميص والأبيض من الثياب، يلبس الرداء والإزار، ويلبس عمامة ما أجملها، ليست بكبيرة ولا بصغيرة. متواضع، إذا رأيته أحببته، رأيت الصدق في وجهه. إنه أحب الناس إلى الله جل وعلا، إنه خاتم الأنبياء والرسل، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في بيته لا تجد كثير طعام ولا شراب، يعتمد على الأسودين، التمر والماء. تقول عائشة: يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، وليوقد في بيت أزواج رسول الله نار، لا يطبخ فيه طعام، أحيانا يجوع فيربط الحجر على بطنه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يحب الطيب ويستعمله كثيرا، بل كان عرقه الذي يخرج من جسده من أطيب الطيب، فلا تخرج منه إلا الرائحة الطيبة. حتى بكاؤه كأزيز المرجل، كالماء يغلي في القدر، فلا يرفع صوته لا ببكاء ولا بصياح ولا بغيره. أحسن الناس خلقا وخلقا. وصفه الرب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يحب الخلوة والاختلاء بربه جل وعلا، كان كثيرا ما يقوم الليل، بل كل لياليه كان يقومها. يقوم الليل فيبكي، فيأتيه بلال ينظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم يبكي، يقول: يا رسول الله، تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيرد على بلال ويقول: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. ثم قال لبلال: قد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خدمه أنس 9 سنين، يقول: والله ما نهرني ولا كهرني ولا قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ولم يقل لي يوما لشيء لم أفعله لما لم تفعله. 9 سنين على هذه الحال. يمر على الصبيان
فيسلم عليهم. سمع أن طفلا غلاما للأنصار مات طيره، فإذا به يذهب إليه ويواسيه، يقول: يا أبا عمير، لطفل صغير يسميه أبا عمير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ من مثله في خلقه؟ من مثله في وصفه؟ يحزن لحزن الناس ويفرح لفرحهم، متواضع حتى إنك إذا رأيته لا تعرف أنه رسول الله من شدة تواضعه. رآه بعضهم من رسل بعض الأمم، رأوا أخلاق أصحابه معه وحبهم له، فلم يروا ملكا في الدنيا كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض أوصافه وبعض أخلاقه. والله لو تكلمنا لا مرت علينا الساعات والأيام والشهور لا نوفي رسول الله حقه، فهو إمام المتقين وسيد ولد آدم ولا فخر. لمحمد خلق عظيم، وبحبه من لا يهيم، والله جل جلاله صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. ذاك الذي رب العلا. من تمام معرفتنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نعرف أهله وذريته وآل بيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. أزواجه من هن؟ أولاده وبناته من هم؟ آل بيته الذين ذكرهم الله في القرآن من هم؟ أزواجه الذين سماهم الرب عز وجل في القرآن ووصفهم، وأزواجه أمهاتهم، أي هن أمهات المؤمنين. أولهن خديجة بنت خويلد، أول زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، أحبها حبا عظيما، ناصرته، وأول من دخلت في الإسلام، واسته بمالها وبنفسها رضي الله عنها. أقرأها جبريل السلام من ربها عز وجل، وبشرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. هذه السيدة سماها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سيدات نساء العالمين 4، وسمى منهن خديجة رضي الله عنها أول زوجاته. ثم تزوج سودة بنت زمعة، وكانت من السابقين في الإسلام. ثم تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق، فهي الصديقة بنت الصديق. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، بل برأها الرب عز وجل في القرآن بسورة تتلى إلى يوم القيامة. وسمى الله الحديث والطعن بعائشة بهتان عظيم. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عن عمر ورضي الله عن ابنته حفصة. وتزوج كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش. تزوج زينب بنت جحش بنص القرآن بعد أن طلقها زيد ابن حارثة: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت تفتخر أنها لم تزوج بولي، إنما زوجها الرب عز وجل. وكذلك تزوج النبي أم المساكين زينب بنت خزيمة. وتزوج النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة بعد أن توفي زوجها. وتزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تلك التي لما جاء أبوها إلى بيتها قبل إسلامه أبو سفيان أبعدته عن فراش رسول الله، قالت: هذا فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس، وهذا كان قبل إسلامه. كذلك تزوج النبي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وكانت أيضا زوجة عاقلة لبيبة بنت سيد قومها. تزوج النبي أيضا صفية بنت حيي ابن أخطب بنت سيد يهود بعد أن قتل، فاعتقها النبي فأسلمت وحسن إسلامها، وكانت من أعقل النساء
بل روي أن جارية تكلمت بعرضها فلما علمت اعتقتها لوجه الله. وكذلك تزوج النبي آخر زوجاته ميمونة بنت الحارث. هؤلاء زوجات النبي اللواتي وصفهن الرب عز وجل في القرآن: وأزواجه أمهاتهم. فمن تمام حبنا لرسول الله نحب زوجاته ونوقرهن ونقدرهن. أما أولاده وذريته صلى الله عليه وسلم فأكبرهم القاسم، ولهذا يكنى بأبي القاسم، ثم الطيب، ثم الطاهر. 3 من البنين و4 من البنات: أم كلثوم وزينب ورقية، وأصغرهن فاطمة من البنات. هؤلاء كلهم أبناؤه من خديجة رضي الله عنها. أما إبراهيم فقد رزقه الله عز وجل من مارية القبطية. هؤلاء هم أبناؤه. الذكور ماتوا جميعا قبل البعثة، أما البنات فأدركنا البعثة وأسلمنا وهاجرن معه صلى الله عليه وآله وسلم، ومتن جميعا قبله إلا فاطمة بقيت بعد النبي وأسرعت لحاقا به. هؤلاء أزواجه وذريته. أما آل بيته فهم ليس فقط أزواجه وذريته، بل كذلك بنو هاشم وبنو عبد المطلب، آل جعفر، آل عقيل، آل عباس، آل علي، كلهم آل بيته. يوم من الأيام رأى النبي الحسن فأدخله تحت كساء أسود، ثم رأى الحسين فأدخله، ثم رأى فاطمة الزهراء فأدخلها، ثم رأى عليا فأدخله، فقرأ: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكذلك ابن عمه عبد الله بن عباس وجعفر بن أبي طالب. علي أبو الحسن رجل يحبه الله ورسوله، أول الداخلين في الإسلام من الذكور. أما الحسن فهو سيد الناس، أصلح الله به بين الناس. أما الحسين ريحانة رسول الله هو وأخوه الحسن، كم كان النبي يحبهما حبا عظيما. فاطمة بضعة منه وكان يحبها حبا كثيرا، بل هي سيدة نساء العالمين. هي فاطمة الزهراء، من أبوها، من زوجها، من أبناؤها، من أمها، إنها فاطمة. أما علي، أما جعفر فهو الطيار، وهبه الله جناحين يطير بهما في الجنة. أما ابن عباس فهو أفقه الناس بكتاب الله جل وعلا. ولا زالت ذرية آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم باقية ما شاء الرب عز وجل. وصى النبي بآل بيته فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. كلنا نحبه صلى الله عليه وآله وسلم. لم لا نحبه وقد قضى حياته كلها في سبيل هذه الأمة، لإنقاذ هذه الأمة، لآخر عمره وهو يجاهد في سبيل الله، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. سئلت عائشة عن سبب صلاته آخر عمره وهو جالس قاعد، قالت: مما حطمه الناس، أي أن الناس أتعبوه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. رأته ليلة يصلي الليل فبكى فاشتد بكاؤه، حتى إذا سجد قال: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. يأتي يوم القيامة كل الأنبياء يقولون نفسي نفسي، يقولون نفسي نفسي، إلا هو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يقول: أنا لها أنا لها. فيأتي إلى ربه وما كان لأحد أن يدخل على الله جل وعلا إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيسجد بين يدي الله. فإذا رفع رأسه يقول الرب له: يا محمد سل تعطح،
واشفع تشفع، فلا يقول إلا اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. يأتي رجل من أصحابه يبكي، فيقول النبي له: وما يبكيك؟ يقول: تذكرت الموت وأنه حائل بيني وبينك يا رسول الله. من شدة حبه لرسول الله يبكي لأن الموت سيحول بينه وبينه، فيبشره النبي بحديث: يحشر المرء مع من أحب، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. يستقبل أمته يوم القيامة عند الحوض ليسقيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا رأى الملائكة تذود بعض الذين أحدثوا في دينه ينادي فيقول: أصحابي أصحابي إلى يوم القيامة، وهو لا يبالي إلا بأمته. لم لا نحبه وقد ضحى بكل شيء من أجل هذه الأمة؟ حبه ليس كلاما يقال ولا شعرا ينثر، إنما حبه باتباعه وتصديق حديثه، الائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن الإنسان منا لو أحب أي شخص في الدنيا لقلده ولاتبعه، حتى في هيئته، حتى في لبسه، حتى في شعره، حتى في كلامه، فكيف بمن يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألا يحق له أن يتبعه؟ ألا يحق له أن يستنى بسنته؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هناك جزء لا يريد دخول الجنة. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نتبعه في صلاته، في حجه، في صيامه، في ذكره، في قرآنه، بل في مشيه، حتى في نومه، حتى في أكله، حتى في شربه، فهو أشرف الناس الذين وصفهم الرب عز وجل في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا نحبه، ولهذا نطيعه ونتبعه حتى نلقاه عند الله عز وجل عند حوضه نشرب شربة من يديه الشريفتين لا نظمأ بعدها أبدا. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم، والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم، والله جل جلاله صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. ذاك الذي رب العلا